بتعرفي إنِّك لازم تكوني عنيدة؟ باعرف إنه هيدا رأي مش شائع جدًا، خاصةً إنه الثقافة علّمتنا نعطي معنى سلبي لكلمة العناد فيما يخُص الأنثى ب بشكل خاص، وخاصة لمّا بيكون الموضوع بيتعلّق بعلاقتها بالرجل، تُستعمل كلمة عنيدة بشكل سلبي لنوحي بصفة سلبية الأنثى. شو خص العناد بالأنوثة والمرونة النفسية؟ صباح الخير، أنا رندا علي مدربة أنوثة ومرونة نفسية. جيبي فنجان قهوتك وتعي حتى نحكي شوي عن العناد وليش مهم إنك أنت تكوني عنيدة. طبعا بثقافتنا تستعمل هذه الكلمة مثل ما قلت بشكل سلبي تجاه الأنثى، عادة للأنثى يلي بتبقى عارفة مين هي، بتعرف شو بدها، ترسم حدودها صح، ما بتقبل بإنه يتم تعدي على حدودها، التقليل من قيمتها، من احترامها. فالمستفيد من عدم وضعها للحدود لما هي بتبدأ تحط الحدود، مثلا أول شيء رح نبدأ نستعمل هذه الكلمة تجاه هذه الأنثى إن هي عنيدة. بنقول إنه المرأة العنيدة هي مرأة بدها تخرب حياتها، بدها تخرب بيتها، بدها تخرب علاقتها. طبعًا ما فينا نجمل ونقول إنه كل العناد هو شيء هو شيء إيجابي، مرات نحن بنعند بس لمجرد نعند بدون ما يكون في نتيجة إيجابية عم نحاول نوصل لها. العناد مرهق، كتير أشياء بتكون مرهقة لجهازنا العصبي لمّا ما بيكون عندنا المرونة النفسية لنجسد قوتنا، لهيك قوتنا بتكون مرهقة، لكن لمّا نتعامل بشكل صحيح مع جهازنا العصبي حتى يعرف كيف بده يجسد هيدي القوة، يعرف كيف يجسد هيدا العناد خلّيني أقول المتوازن أو الصحي مثلًا، ببطّل يكون مرهق لإلنا. طيب، شكرًا إنه عجبكم الموضوع، بس هلأ أنا ما بدي أحكي عن العناد بعلاقة الأنثى بالرجل، مع إنه آمم كلنا بنعرف متل ما حكيت إنه تُستعمل هيدي الكلمة للتقليل من شأن المرأة أو لمحاولة إنه نحن نزيحها عن فكرة إنه هي مثلًا ترسم حدودها، عن فكرة إنه هي تحصل على الأشيا يلّي بدها إياها، يلّي بتحس إنه هي بتستحقها. بس إمتى بيخدمنا العناد عن جد؟ إمتى عن جد نحن بحاجة نكون عنيدين؟ هلأ رح أشرح الموضوع على مستوى الجهاز العصبي. كنت شرحت بفيديوهات سابقة إنه الصدمة أوكي دايمًا بتبرمج داخل جهازنا العصبي ردة فعل معينة، خلّيني أسميها ردة فعل ألف، تمام؟ أنا اللي بدي إياه من التغيير واللي بدي إياه من التشافي هي ردة فعل جديدة، يعني أنا ردات فعلي حاليًا مثلًا عايشة بكتير ألم، عايشة بفوضى من المشاعر السلبية، ما باعرف أتعامل مع مشاعري، ردات فعلي ما بترضيني، ردات فعلي شوي intense، شوي قوية، شوي مبالغ فيها تجاه أشياء بسيطة، أو بحمل تصرف الآخر تجاهي معنى كتير كبير أكتر ما بيستحق. آمم باعيش ألم كتير كبير بسبب كيف أنا بافسّر تصرُّف الشخص الآخر لإلي. دايمًا أنا عايشة تحت رحمة مشاعري السلبية وأفكاري السلبية، إنه أنا مش كافية متل ما أنا، إنه أنا ما رح أحصل على اللي بدي إياه، إنه أنا ما فيني أكون ناجحة، ما عندي أنوثة كافية، وكل هيدي الأفكار يلّي نحن بناخدها من البرمجة خلال ثقافتنا، يعني من الوعي الجمعي أو من صدماتنا. فنحن هيدي ردات الفعل بتبقى أنا ما بدي إياها، أوكي؟ إذا أنا بدي أغيّر لمّا عم أقول تغيير وتشافي، يعني أنا بدي أخلق ردة فعل جديدة، بدي أخلق ردة فعل ب، تمام؟ داخل جهازِك العصبي، ردة الفعل ألف يعني بكل بساطة هي الإشارة العصبية عم تمرق بطريق معيّن داخل الدماغ والجهاز العصبي، تمام؟ وإذا أنا بدي أخلق ردة فعل جديدة يعني بدي أعلّم الجهاز العصبي إنه
تمرق الإشارة العصبية بمطرح مختلف. أوكي؟ يعني بدل ما تمرق الإشارة العصبية بهيدا المطرح تعطيني ردة الفعل ألف، بدي إياها تعطيني ردة الفعل ب، فإذا بدي خلي الإشارة العصبية تمرق هون. هلا أنا ما فيني فوت على دماغي وغير مسارات الإشارات العصبية، مش هيك بيصير. أنا اللي بعمله حتى غير البرمجة، اخلق التغيير اللي أنا بدي إياه، هو إنه أنا أول شيء يكون واعية على ردة فعلي، وإنه أنا أقرر شو هي ردة الفعل اللي بدي إياها وأبدأ أنا أجسدها. فإذا أنا بدي أخلق ردة الفعل بقلب جهازي العصبي، يعني أنا بدي أتصرف بشكل مختلف. يعني شخص أنا كنت بعلاقة معه وعم حس إنه انتهت العلاقة، وعم حس إنه تصرفاته عم بعطي معنى لتصرفاته عني أنا، إنه هو يمكن خلص he's moving on، عم يكمل حياته عادي وأنا لساتني علقانة، أنا ما كنت كافية لإله لهيك هو تركني، أنا مني كافية كأنثى حتى يمكن أحصل على العلاقة اللي أنا بدي إياها. ضل هالأفكار عم تمشي هون، الإشارة العصبية عم تمشي بمسار ألف. أوكي؟ بدي أنا تصير ردة فعلي إنه أول شي أفصل حالي أنا عن تصرف الآخر. ما بقى بيعني لي شي تصرف الآخر، تصرف الآخر انعكاس لإله. شو ما بيعمل هذا الشخص ما رح تتحفز داخل عقلي أي فكرة عني أنا. أوكي؟ فإذا هيدي ردة الفعل، أوكي، هي إنه بتمشي الإشارة العصبية بطريق جديد. تمام؟ طيب أنا كيف بدي أخلق هيدا التغيير؟ خاصة إنه لما أنا بسبب الصدمات تبرمجت على إنه أنا لست كافية، أنا ما بنحب، لا أستحق الحب. فأنا بسبب هيدي البرمجة أنا رح ضلني أفكر بهيدي الطريقة داخل الدماغ. هيدا الطريق تبع هيدي ردة الفعل انرسم بشكل عميق. أوكي؟ لأنه ضل عم يتعزز على فترة سنين. أوكي؟ كل ردات فعلي عم ترجع تعزز هيدي الفكرة، عم تقوى هيدي الوصلات العصبية داخل دماغي وجهازي العصبي، عم تكون أقوى هيدي ردة الفعل. أوكي؟ لأنه أنا عم عززها على فترة كتير كبيرة، على وقت كتير طويل. هلا أول شي حتى أنا أبدأ أتخلص من ردة الفعل اللي ما بدي إياها، بدي أتعامل مع الصدمة اللي خلقتها. حتى لو ما عرفت بالضبط شو هي الصدمة، ممكن نحن نشتغل على هذا الموضوع. لما أنا بشتغل على هيدي الصدمة ما بقى تدفع بردة الفعل هيدي. أوكي؟ ولكن بضل الجهاز العصبي بشكل هيك مبرمج، هيك ربنا خلق الجهاز العصبي إنه دايما الإشارة العصبية تمرق على الطريق الأكثر الأسهل لإلها، يلي هو الطريق اللي مشت فيه قبل أكثر من مرة. أوكي؟ الفرق إنه لما أنا بتعامل مع هيدي الصدمة بصير عندي أنا بوز صغيرة لجهازي العصبي، إنه أنا هلأ شو بدي أعمل. هيدي البوز، أوكي، قبل ما يقرر الجهاز العصبي إنه يعطيني ردة الفعل هيدي اللي أنا ما بتخدمني ما بدي إياها، أوكي، فيني أنا أبدأ أشتغل على هيدي. أوكي، هلأ بيخدمني أنا هون كون عنيدة، هون أنا لازم كون عنيدة. أوكي، جهازي العصبي بده ياخدني على ردة الفعل السابقة، بدي أعند أنا وروح على ردة الفعل الجديدة. نرجع للمثال اللي استعملته، إنه رجل أنا كنت بعلاقة معه وأنا دايما عم ترجم أفعاله بشكل سلبي عني أنا، عم خليها تعني شيء سلبي عني أنا، إنه أنا لست كافية، أنا ما بنحب، هو تركني لأنه أنا ما بعرف، أنا مش حلوة، أنا مش أنثى كافية. فبدل ما لما أنا بتعامل مع هيدي الصدمة في عندي مجال أنا ولو ثانية وحدة فكر شفت تصرف معين منه، شو بدي اختار؟ بختار بخلي جهازي العصبي يختار
ردة الفعل يلي أصلا مبرمجة، أو بختار أنا عند أكتر من جهازي العصبي يكون أعند منه، أعند من البرمجة هاي، وأعطيه ردة فعل جديدة. قرر إنه هيدا الموضوع ما بيخصني، تصرف الشخص الآخر ما بيعني أي شيء عني أنا. في حقيقة آه، رح قرر أنا إنه أنا أتبناها، هو إنه أنا كافية بغض النظر عن تصرف الشخص الآخر. بدي أعند وروح لهون. أوكي، مثلا بشغلي أنا مديري بيتخطى حدوده معي وأنا بسكت ما بحكي ولا كلمة. أوكي، لأنه أنا بسبب البرمجة تعودت إنه أنا ممنوع أحكي. لما كنت صغيرة أنا وأي حدا يحاول يتخطى حدوده معي، وأنا لما برسم حدود كنت يمكن أتعرض للتعنيف من أمي من بيي، لفظي أو جسدي. فإذا صار بالنسبة لدماغي ولجهازي العصبي رسم الحدود هو شيء غير آمن، شيء خطر علي أنا، مؤلم لإلي. فجهازي العصبي قرر إنه نحن ما بنرسم حدود، الأفضل إنه نبتعد عن رسم الحدود. فبيجي أنا بشغلي لما مديري مثلا أو زميلي بيتخطى حدوده معي ما بعمل شيء. أوكي، لأنه جهازي العصبي بحالة استجابة الصدمة، خايفين. أنا مزعوجة من تصرف هذا الشخص تجاهي، تخطى حدوده معي، ولكن ما بحكي شيء لأنه أنا خايفة. أوكي، فيني أنا ضلني ماشي على على هيدي ردة الفعل اللي هي أسهل للجهاز العصبي، لوحده بيروح عليها. أوكي، لأنه شوفي الموضوع كأنك ماشي بحديقة في عشب أخضر على الأرض، وأنت بتمشي بطريق واحد. فأنت إذا بتضلك تمشي بهذا الطريق أنت حفرتي بهذا الطريق، صار ما في غازون مطرح ما أنت بتمشي، فخلص على العادة بتصيري تمشي أنت على هذا الطريق. نفس الشيء الإشارة العصبية بدها تمرق على الطريق يلي هي most traveled، الأكثر شيء هي مرقت فيه. أوكي، هيدا أسهل شيء للجهاز العصبي، لأنه أول شيء هيدا الطريق مألوف، تاني شيء بيوفر طاقة. دايما دماغنا يبحث عن طرق لتوفير الطاقة. هلأ لآخد أنا ردة الفعل الجديدة بدي طاقة. أوكي، رح استنزف طاقة من جهازي العصبي، وهون بيخدمني إنه أنا أكون عنيدة، إنه بدل ما أخلي جهازي العصبي لوحده يروح على هيدي ردة الفعل، بروح أنا على ردة الفعل هيدي. برجع بذكر حالي لما بتجي هيدي الفكرة إنه أنا لست كافية، برجع بذكر حالي إنه أنا كافي بغض النظر عن تصرف أي شخص تجاهي. برجع بقول لمديري أو ل زميلي بالشغل مثلا انه هيدا الشيء اللي عم تطلبه مش ضمن الجوب ديسكريبشن تبعيتي، مش ضمن المطلوب بالمنصب اللي انا عندي او الشغل اللي انا مطلوب مني. او ما فينا نناقش بهيدي الطريقه، ما بقبل النقاش بهيدي الطريقه اذا كان في اهانه مثلا. لما بنصير قادرين نحكي بشكل اكثر احتراما لإلي ممكن نكمل او مثلا عم يتهمني بشيء وانا ما عملته، بقول انا ما عملت هيدا الشيء، وبضلني مصره انه انا هون كمان العناد كتير مهم. لما بترسمي حدود الشخص الاخر رح يفكر بالاول انه هيدي يعني بس هيك نزوة انك انت عم ترسمي حدودك. ما بعرف اذا الكلمة صح، بس اقصد فيها انه مرة واحدة رح تحاولي ترسمي الحدود وهو رح يضل يتخطاها حتى يقنعك انه ما بيمشي الحال بانك انت ترسمي الحدود. هون بخدمك انك انت تكوني عنيدة، ضلك ارسمي الحدود. اوكي، اللي عم يستفيد من عدم وجود حدود عندك رح يضل يحاول انه هو يتخطى الحدود. بدك تضلك ترسمي الحدود، بدك تكوني عنيدة. اوكي، دايما بدك تخلقي تغيير جديد، بدك تكوني أعند من جهازك العصبي. ليش؟ لأنه خلي ببالك الجزء المجروح داخلك هو يلي عم بحرك هيدي ردة الفعل اللي انت ما بدك اياها. اوكي، جهازك العصبي هو اللي عم بيقرر بناء على الصدمة، بناء على البرمجة القديمة، بناء على آليات الحماية اللي ربنا خلقها ضمن جهازنا العصبي. بس انت مش كلك حدا
مجروح، أنتِ في أجزاء متشافية منِّك، فيكِ تسمحي تقرري إنه أنا بدي آخُد هيدي ردة الفعل هيدي. هلأ بيخدمِك كتير إنه يكون في عندِك تقنيات تنظيم المشاعر، تنظيم الجهاز العصبي، بيصير أسهل إنه ناخُد هيدي ردة الفعل، ولكن ما بتصير يعني خاصةً ببداية رحلة التغيير، ما رح تصير أبدًا ردة الفعل الجديدة ممتعة وسهلة ولوحدها بتيجي ولوحدها بتصير. مستحيل، أنتِ عم تخلقي تغيير، عم تسحبي الإشارة العصبية من هيدا الطريق على هيدا الطريق. It's not fun. منّه شي ممتع لجهازِك العصبي أبدًا، مزعج كتير لجهازِك العصبي. ف لهون بيخدمِك إنِّك أنتِ تكوني عنيدة، أعند من مقاومة جهازِك العصبي. جهازِك العصبي رح يقاوم هيدي ردة الفعل التانية، لأنه مرتاح بهيدي. أنتِ مش مرتاحة بهيدي ردة الفعل القديمة، بس جهازِك العصبي مرتاح فيها، لأنها مألوفة ولأنها هي المعتادة، فإذًا هي الأقل استهلاكًا للطاقة. أوكي؟ فبدِّك تعاندي أنتِ وتقرري إنه أنا رح أختار الفكرة اللي بتخدمني، رح أختار التصرُّف يلّي بيخدمني. وطبعًا لمّا بيكون في عندِك تقنيات بتساعد جهازِك العصبي يتخطى المقاومة، هيدا الشي بيصير كتير أسهل عليكِ. ما رح يصير سهل برجع باقول 100%، لأنه بدِك تشوفي المقاومة، بتشوفي الصعوبة، وبتستعملي، بتقرري إنِّك أنتِ تستعملي هيدي الأدوات اللي عندِك إياها لتنظيم الجهاز العصبي حتى تخففي من هيدي المقاومة وتمشي على ردة الفعل الجديدة. هون بيخدمِك العناد كتير. أوكي؟ العناد هون بيخلّيكِ أنتِ تختاري اللي بيلبق لِك. أوكي؟ العناد بيخلّيكِ تختاري يلّي بيعكس أنوثة ذات قيمة عالية. العناد هون بيسمح لِك أنتِ تجسدي عن جد هيدي الأنوثة ذات القيمة العالية. بيسمح لِك إنِّك تجسدي الجزء المتشافي منِّك مش الجزء المجروح منِّك. العناد هون بيخدمِك بإنه بدل ما عم نعزّز هيدي، منصير نعزّز هيدي. بدل ما الإشارة العصبية تمرق هون بدماغنا، بتمرق هون بدماغنا. أوكي؟ عم بخلق داخل الدماغ أنا مسار جديد للإشارة العصبية، يعني عم بخلق ردة فعل جديد. هلأ في سؤال بيتكرر كتير من الصبايا بيسألوني قد إيه بدي أنا لأخلق التغيير؟ دايمًا نحن مكمّشين بالوقت. أوكي؟ مع إنه نحن لمّا تألّمنا ما سألنا حالنا إنه نحن إلنا سنين عم نتألّم ولإمتى أو ما وعينا على إنه أنا كتير إلي سنين عم باتألّم، بس لمّا بنيجي على التغيير ما عندنا صبر على حالنا، بدنا التغيير يصير بين ليلة وضحاها، ما بيصير. أوكي؟ تغيير جذري عم باحكي بشكل يعني بشكل لا رجعة فيه، تغيير على كتير مستويات يلّي بيصير خلال برنامجي التدريبي ما بيصير بين ليلة وضحاها، لهيك برنامجي بيكون 3 شهور، وأغلب البرامج التدريبية بتكون 3 شهور. هلأ التغيير بيبدأ يبلش من إمتى؟ بيبدأ التغيير من اللحظة اللي بتقرري فيها. لمّا بتقرري إنه أنا بدي أبدأ التشافي، أنتِ عملتِ ثورة على ال كل هيدي البرمجة القديمة اللي فهّمتِك إنِّك أنتِ لا تستحقي، إنِّك أنتِ أنثى لستِ كافية كما أنتِ، إنه أنتِ مفروض تبقي متل ما أنتِ، لأنه هيدا اللي بتستحقيه، وأبدًا مش لازم تروحي باتجاه أي تغيير، أي تشافي، أي شي بيعطيكِ الرغبات اللي أنتِ بدِّك إياها، لأنه تبرمجتِ على إنه رغباتِك مش مهمة، حاجاتِك مش مهمة. فمجرد ما أنتِ أخدتِ القرار إنه أنا بدي أتشافى وأنا رح آخُد هيدا البرنامج التشافي، هيدي لحالها الخطوة ثورة على البرمجة القديمة. هيدي لحالها الخطوة أنتِ صرتِ هون بردة الفعل الجديد. أوكي؟ أخدتِ فعل بدل ما تخلّي جهازِك العصبي هو يلّي يتحكم فيكِ ويقرر هو من عنده إنه نحن حسب ما نحن معوّدين، أنا لا أستحق، ما بروح باتجاه أن أحصل على رغباتي أو على كل ما أنا أريد. أوكي؟ لمّا تقرري أنتِ وتاخدي الprogram، هيدا بداية التغيير.
أنتِ بلّشتِ تمشي هون، بس بدِك تعزّزي هيدي، يعني مش مجرّد إنه أنا عطيت ردّة فعل جديدة مرّة واحدة يعني خلص آمم انحفرت داخل دماغي وجهازي العصبي، لأ، بدي ضلني أعند، هون أنا لازم أكون عنيدة وضلني روح مع ردة الفعل الجديدة، ضلني أعزّز ردة الفعل الجديدة، ضلني عم باعمل ردة الفعل الجديدة، عم جسّدها حتى بدها تصير تنعكس هيدي على أفكاري، على مشاعري، على ردات فعلي، على مواقفي، على نظرتي لنفسي. لمّا أنا بصير بدل ما أقوم كل يوم الصبح وأتطلّع بالتليفون أول ما بفيق الصبح، باقعد باعمل روتين الصباح تبعي قبل ما أتطلّع بالتليفون، أنا هون بيخدمني العناد. جهازي العصبي وجسمي جهازي العصبي بده إنه أعمل يلّي كنت أنا معوّدة أعمله، أتطلّع بالتليفون، أتكسلن شوي، بعدين مثلًا روح على شغلي أو بس أنا بدي مش الجزء المجروح منّي هو يلّي يتحكّم فيّي، أنا بدي الجزء المتشافي منّي هو يلّي يتحكّم فيّي، بس بدي أعطيه chance. دايمًا الجزء المجروح بيكون أقوى لأنه بيستعمل آليات الحماية، وآليات الحماية بالدماغ هي كتير قوية، لأنه شغلة الدماغ هو أن يبقينا على قيد الحياة، فأقوى برمجة بالدماغ هي آليات الحماية. لهيك الجزء المجروح منا بيبقى عم يستعمل آليات الحماية حسب ما تكوّنت عنا المعتقدات السلبية بسبب صدماتنا، مثلًا إنه ما ترسمي حدود لأنه هيدا الشي رح يكون رح يسبب لِك الألم، لأنه لمّا كنّا صغار رسمنا حدود واتعرّضنا مثلًا للتوبيخ أو للتأنيب أو لأي ردة فعل سلبية، دماغنا قرّر إنه مش آمن لإلنا إنه نحن نحط حدود. فأنا لمّا باجي باحط حدود رح يمنعني جهازي العصبي، ليش؟ عم يحميني، هو عم يحاول يحميني، لهيك ال ال آمم، هيدي ردة الفعل بدايةً بتكون أقوى، ليش؟ لأن هي آلية حماية، آلية الحماية دايمًا يعني أقوى نوع برمجة، آمم، وهيدي بيتحكم فيها الجزء الأكثر بدائية من دماغنا، أوكي؟ وهيدي للأسف بتتحكم بأكتر من 90% من تصرفاتنا، من ردات فعلنا، من أفكارنا، من مشاعرنا، من مواقفنا تجاه الأحداث اللي عم تصير بالحياة، كيف نحن منفسر هيدي الأحداث بحياتنا. آمم، بس أنا هون بيخدمني كون عنيدة، لازم كون عنيدة. إذا بدِك تخلقي أي تغيير لازم تعَندي على إنه أنتِ تعطي حالِك اللي بتستحقيه، لازم تعَندي الصبح إنه أنا اليوم بلّشت مثلًا روتين تنقول عم تسمعي الروتين الصباحي اللي هو موجود على قناتي على يوتيوب، وهو تسجيل مدته 5 أو 7 دقايق لتسمعيه الصبح حتى يهدّي جهازِك العصبي ويفيّق أنوثتِك حتى تضلّها ماشي معِك خلال النهار وتأثّر على نهارِك. هلأ لنقول قررتِ إنه أنتِ ابتداءً من اليوم تبدئي تسمعي هيدا التسجيل بدل ما إنِّك عم تمسكي التليفون أول ما توعي الصبح. طيب أول يوم قمتِ وسمعتِ التسجيل، تاني يوم جهازِك العصبي ما رح يزهق من هيدا التغيير، بفضّل إنه يروح على ردة الفعل القديمة. لازم تعَندي هون لمصلحتِك، أوكي؟ لازم تعَندي حتى تعطي مجال للأنثى المتشافية داخلِك إنها تعبّر. إذا ما عنّدتِ بدها تضل الأنثى المجروحة هي اللي عم تسيطر عليكِ، هي اللي عم بتدير ردة فعلِك، هي اللي عم بتدير آمم، تصرفاتِك وأفعالِك بالحياة، هي اللي عم تتحكم نظرتِك للحياة ونظرتِك لتصرف الشخص الآخر، نظرتِك لنفسِك كمان. عندي حتى تسمحي لحالِك تبدئي تجسدي أنوثة ذات قيمة عالية، تسمحي للأنثى الملكة داخلِك إنها هي تعبّر. التغيير هو مش شي نحن رح نجيبه من مطرح خارج عنا، هو رح تبدأي تجسدي الأجزاء المتشافية داخلِك، بس لأنه الأجزاء المجروحة
بتكون أقوى منا أوقات، ما بنعطي مجال للجزء المتشافي منا إنه يجسد. هون أنتِ بيخدمِك إنِّك أنتِ تكوني عنيدة، عندي لمصلحتِك، إيه، كوني عنيدة بكل شي بيعطيكِ التغيير اللي أنتِ بدِّك إياه. كوني أعند من الجزء المجروح منِّك، حتى تسمحي للجزء المتشافي إنه يجسد. وكل ما عندتِ أكتر، كل ما سرّعتِ بعملية التغيير. يعني إذا لنقول عم نحكي عن إنه أنا بدي أعمل روتين الصباح، اليوم سمعت ال الروتين، إذا ضليتني ماشية على القليلة شهر زمن عم باسمع الروتين كل يوم، من بعد شهر رح يصير متل العادة عندي، رح يصير كتير أسهل. عفوًا، ما رح يصير في مقاومة بداخل جهازي العصبي. آمم، أو رح تصير أخاف لحد ما تنتهي كليًا. بينما إذا أنا مثلًا اليوم سمعته، بكرة ما سمعت، اللي بعده يالّا باسمع نُصّه مثلًا، أو بارجع بعد 3، 4 أيام باسمعه مرّة، ما عملت شي، ما عملت شي. أوكي؟ بدِّك تغيّري، بدِّك تكوني عنيدة، بدِّك تغيّري، بدِّك تتصرّفي متل ما الأنثى المتشافية داخلِك بيلبق لها تتصرّف، متل ما هي بتحب تتصرّف، متل ما هي بتعرف كيف تتصرّف بشكل بيليق فيها. فإذًا هون بيخدمنا العناد، لو تحطّي حدود بيخدمِك كتير العناد. لمّا بتبدئي تكوني عن جد زهقتِ من الألم، نحن كتير بنقول أنا ملّيت من الألم اللي أنا فيه، آمم خلص اتوجعت كفاية وهلأ صرت أنا جاهزة للتشافي. بيخدمِك تكوني عنيدة وعن جد تملّي من الألم وتبدئي أنتِ تروحي باتجاه آمم التشافي. هون أنتِ بيخدمِك عنادِك، هون بيخدمِك حتى تجسدي أنوثتِك صح، وبيخدمِك إنِّك تخلقي مرونة عصبية جديدة، تخلقي مرونة نفسية عالية. هون العناد أكيد رح يخدمِك، ورح يخدمِك دايمًا العناد بعلاقتِك، بكل علاقاتِك مش بس بعلاقتِك مع الرجل، هو إنِّك أنتِ تجسدي احترامِك لنفسِك، تجسدي قيمتِك العالية، تجسدي قيمِك، كل ما هو مهم بالنسبة لإلِك. بيخدمِك إنِّك تعندي على إنِّك ما تتخلّي عن حالِك، حتى لو كل الناس تخلّت عنِّك أنتِ ما تتخلّي عن حالِك. هون بيخدمِك إنِّك أنتِ تكوني عنيدة. وإذا حدا حاول يرمي هيدي الكلمة بوجهِك حتى يحاول إنه يمنعِك من اللي أنتِ عم تعمليه، شوفي حقيقة هيدا الشي على إنه استراتيجية تلاعب. أوكي، هيدا الشخص مستفيد من عدم وجود حدود، فهو ما رح يعجبه إنه أنا حطيت حدود، فأنتِ خليكِ عنيدة آآ وحطّي حدود، لإنه بكل علاقاتِك تستحقي إنِّك تكوني تُحترمي، تستحقي إنِّك إنه الشخص الآخر يكون عم يقدّرِك، يكون عم يعطيكِ قيمتِك، يكون عم يحترم كيانِك، يكون عم يحترم رغباتِك واحتياجاتِك، وأنتِ نفس الشيء تجاه الشخص الآخر يعني. آمم مش بس بدنا نحن نكون عم نستقبل رغباتنا واحتياجاتنا من الشخص الآخر، ونحن ما نكون عم نلعب نفس الدور كمان للشخص الآخر. فهيدا اللي حبيت أقوله اليوم عن العناد، لأنه هيدا يلّي شُفته، أنا شُفته بحالي، وشُفته الصبايا يلّي أخدوا البرنامج التدريبي، اللي كانت أكتر شي عن جد عنيدة، هي أكتر شي قدرت تاخُد نتيجة بالprogram. آمم والنتايج فاقت توقعاتها. آمم ما كانت متخيلة إنه ممكن تكون هالقد قادرة تتخلّص من الألم، تكون هالقد قادرة تتخلّص من هالاستنزاف يلّي عندها إياه بجهازها العصبي، تكون هالقد قادرة إنها تحط حدود بعلاقتها مع زوجها مثلًا وقت اللي ما كانت آمم تحط حدود وتحط حالها هي آخر شي وكل الناس أولوية بحياتها. فإذا كنت عم أقول عن التغيير يلّي الصبايا شافوه بالبرنامج التدريبي،
ولأنه نحن بنشتغل على مستوى الجهاز العصبي، على مستوى العقل الباطن، بنمشي مع الجهاز العصبي كيف بده، كيف هو بيكون محتاج، لأنه ما فيني أنا أجي أرمي كل التغيير على الجهاز العصبي وأقول يلا أنا هلأ بدي نتيجة، ما بيمشي الحال هيك. بدي أمشي بالضبط على قد ما بيسمح لي الجهاز العصبي. لما بيكون الجهاز العصبي مثقل بالصدمات، ما فيني أتوقع منه أنا إنه أنا بين ليلة وضحاها أو بأسبوعين أنا خلص أتخلص من كل الصدمات وصير أنا الأنثى اللي أنا بحلم إنه أنا جسدها. ف بدنا ناخد هيدا الشي بعين الاعتبار، لأنه بشوف قد إيه نحن مرات مستعجلين على النتيجة، مستعجلين على التغيير. آمم، بينما كان إلنا سنين نحن ماشيين مع الألم، ما استعجلنا عليه أبدًا ل للألم تيخلص، بس استعجلنا على إنه التغيير حتى يبلش. طيب، لو أنا بعلاقة وبحس إنه أنا اللي عم باعطي والآخر بس عم يطلب وأنا تعبت، كيف فيني أتوازن؟ شو بدِّك أنتِ بهيدي العلاقة يا ياسمين؟ شو الأشيا اللي بدِّك تختبريها بهيدي العلاقة؟ شو هي القيم المهمة لإلِك بعلاقاتِك؟ بدِّك أنتِ عم تقولي أعمل توازن بالعلاقة لأنه وصلت لمرحلة هي العلاقة مستهلكتني من كتر توقعات الآخر وطلباته مقابل أنا نادر أطلب. أوكي. هلأ لمّا نحن ما بنطلب بعلاقتنا، لأنه في عندنا برمجة نحن فهّمتنا إنه احتياجاتنا ورغباتنا مش مهمة، أو نحن مش بأمان لمّا منعبّر عن احتياجاتنا ورغباتنا. يعني جهازنا العصبي بيمنعنا إنه نحن نعبّر عن رغباتنا واحتياجاتنا، لأنه خايفين إنه الشخص الآخر يشوفها على إنها تهديد مثلًا لإله، أو يشوفها تقيلة أو كتير علي، فأنا ما باطلب هيدا الشي. فهون أول شي بدنا نبدأ نحن نشتغل على ليش أنا حاسة إنه أنا ما باستحق رغباتي وحاجاتي، لهيك أنا ما باوصّلها للشخص الآخر. ليش أنا ماني قادرة أحُط حدود مع حالي. أنا قبل ما أحُط حدود مع الآخر وأقول له ما تطلب منّي هيدا أو ما تطلب منّي هيدا، بدي أحُط أنا حدود مع حالي على قديش أنا رح كون متوفّرة للشخص الآخر. ابدأ قول لأ، ابدأ أنا خلّي ردة فعلي تصدُر من الجزء المتشافي منّي يلّي بدي جسد من خلاله أنوثة ذات قيمة عالية، مش الجزء المجروح يلّي متعلق بالشخص وبدي بس رضاه وبدي بس أعمل له يلّي بده إياه وخايفة إنه هو يتركني إذا أنا باطلب اللي أنا بدي إياه أو باقول لأ على اللي هو طلبه منّي. أو بدي خلّي أنا الجزء المتشافي منّي هو يلّي آمم أنا حاسة هلّأ إنه ماني قادرة أعطي لهيدا الشخص، فأنا حَط حدود. أنا هيدا الشي ما بقى رح أعمله، أنا هيدا الشي تعبني ما فيني أعمله. هلأ ما باقدر أعمل هيدا الشي، ممكن مثلًا بكرة، ممكن بعد يومين. أنا هلأ تعبانة ما باقدر أعطي. أوكي؟ وكمان بدي أبدأ أنا to communicate my needs. بدي أبدأ أنا أحكي للشخص الآخر شو هي احتياجاتي بالعلاقة. أنا بدي أحس بالأمان، أنا بدي أحس إنك أنت عم تسمعني، أنا بدي أحس إنه أنت سند لإلي، أنا بدي أحس إنه أنت عاطي قيمة للأشيا اللي أنا بتهمني بالعلاقة، لقيمي، لاحتياجاتي، لرغباتي بالعلاقة، بنفس الطريقة يلّي أنا عم باعطي أهمية لكل هيدا الشي بالنسبة لإلك. نتخلّص من الصدمات من خلال برنامجي التدريبي يلّي هو على فترة 3 شهور. نشتغل على مستوى الجهاز العصبي وعلى مستوى العقل الباطن لنخلق تغيير جذري. حتى عن جد نتخلّص من الصدمات، حتى ما بقى صدمات تدفع بردّات فعلنا يلّي زعجتنا كتير ونحن مش راضيانين عن حالنا بسبب ردّات الفعل هيدي يلّي ما بتخدمنا، متل إنه أنا مثلًا ما حط حدود أو ما طالب باحتياجاتي، رغباتي. آمم لهيك مهم إنه نحن نستعمل العلم آمم عملية التشافي. نستخدم تقنيات تدعم صحة الجهاز العصبي، بتشتغل على مستوى الجهاز العصبي حتى تعطينا تغيير جذري. وهذا يلّي باقدمه أنا ببرنامجي التدريبي يلّي هو على فترة 3 شهور.
جلسات أسبوعية عبر تطبيق زوم. بنلتقي مرة بالأسبوع لفترة ساعة، ساعة ونص، حسب ما تتطلب الجلسة، وبنبدأ نشتغل على كل الصدمات، وبنشتغل على شو تركت هالصدمات داخلنا، شو تركت هالصدمات من أفكار سلبية عنا نحن، من ردات فعل ما بترضينا، من أفكار سلبية عن الحياة أو عن الآخرين. كمان هيدي بدنا نشتغل عليها، لأنه أنا ما فيني جسد أنوثة ذات قيمة عالية وأنا ما زلت أؤمن إنه الأنثى هي على قد ما بتكون سكسي مثلا، مثل ما الثقافة علمتني. ما فيني جسد أنوثة ذات قيمة عالية إذا كنت بعتقد إنه ربة المنزل ما بتعمل شيء، أو إنه هي أقل قوة من المرأة يلي بتشتغل مثلا. أوكي، لأنه كمان التغيير يلي صار كمان بثقافتنا والأفكار يلي علمتنا إياها بعض النسويات، إنه أنا إذا ما كنت عم بشتغل، إذا كنت بس ربة منزل، أنا ما بعمل شيء، أنا ما فيني جسد قوة أنوثتي، وهذا الشيء مش صحيح أبدا. شكرا ياسمين. فهيدي الأشياء كمان كتير مهمة إنه نحن نتخلص منها. لهيك برنامجي هو برنامج يعني متكامل، بنشتغل على كتير مستويات داخلنا، حتى عن جد نجسد قوة الأنوثة صح، نجسد الأنوثة المتشافية صح، وحتى نبدأ نوازن بين الأنوثة والذكورة داخلنا. فإذا أنت مهتمة بهيدا البروجرام، تواصلي معي عبر الخاص حتى خبرك أكتر كيف تقدري تسجلي بهيدا البرنامج. عادة بنعمل جلسة استشارة. هيدي الجلسة بتعرف فيها عليكي، بفهم منك شو هي التحديات اللي عم تواجهيها، شو يلي زعجك، شو يلي عم يألمك أكتر شيء، حتى نحدد خطة عمل تنبدأ نشتغل على كل هيدي الأشياء. وبتبين معنا عادة خلال أول جلسة تقريبا إذا رح نحتاج 3 شهور أو أكتر من 3 شهور. في صبايا ممكن ياخدوا أكتر من 3 شهور، بس لأنهم عنيدين هالقد وحابين إنه هن ياخدوا النتيجة يلي بدهم إياها، لأنه في كتير أشياء ممكن نكون عم نشتغل عليها. ف برجع بقول شكرا لكل اللي حضروا اللايف، لأسئلتكم، لتفاعلكم مع هيدا اللايف. وإذا عندكم أي سؤال فيك تبعتيلي على الخاص. شكرا.